وفقا لمصادر موثوقة في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية في محافظة إليكازاك، تعرض عبد الرشيد صالح البالغ من العمر 63 عاما للاعتقال والتعذيب حتى الموت في 6 يونيو على يد الحكومة الصينية، وقد سمح لأفراد عائلته الرئيسيين فقط بالمشاركة في جنازته. ويقول السكان إن هذه ضربة قوية أخرى لشعب تركستان الشرقية. تجمع الإيغور من العاصمة واشنطن والمدن المجاورة الأخرى أمام البيت الأبيض لمواصلة التظاهر ضد سلسلة الممارسات القمعية التي تمارسها الصين ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية، للفت انتباه المسؤولين في البيت الأبيض عن قضيتهم. وستستمر هذه الفعاليات لمدة 2 شهر. وردا على ذلك قال الرئيس التنفيذي لمركز معلومات تركستان الشرقية السيد عبد الجليل قرقاش: نحن دائما مع الإيغور أمام البيت الأبيض في المظاهرات المناهضة للصين، ويجب دعمهم بدون أي شرط، حيث تعيش تركستان الشرقية في كارثة من صنع الإنسان. يجب أن نتحد معا ونقوي أنفسنا ونبذل قصارى جهدنا في النضال ضد الصين. ذكرت وكالة شينهونت في 24 من مايو أن الجيش الصيني بدأ في 22 من مايو بالتحضيرات لمناورات عسكرية في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية، وقد قام الجيش الصيني بتنفيذ تجربة إطلاق صاروخ. اجتمع وزراء دفاع الناتو في بروكسل لمناقشة التهديدات الروسية لأوروبا الشرقية، وناقش وزراء الناتو لأول مرة كيفية نشر طائرات حربية جديدة وسفن حربية لدول أوروبا الشرقية. أفادت سبيس نيوز في 6 يونيو أن المركبة الفضائية المأهولة MS-09 تم إطلاقها بنجاح في موقع إطلاق الفضاء بايكونور في كازاخستان، ونقلت المركبة 3 رواد من فريق إكسبيديشن 56 إلى محطة الفضاء الدولية، وستكون هذه الرحلة 183 لهذه المركبة الفضائية. ويتكون الفريق من قائد روسي ومهندسة طيران من الولايات المتحدة وألمانيا. قال المعهد الوطني لغواتيمالي لخبراء الطب الشرعي إن عدد القتلى ارتفع إلى 75 شخصا بسبب ثوران بركان فويغو، وتم التعرف على 23 شخصا منهم. وقد قام رجال الإنقاذ بإخلاء المنطقة المحيطة بالبركان وتوقف عمليات الإنقاذ مؤقتا.